هلو يا جماعة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من دبارة خفلف. واليوم الحلقة متاعنا سبيسيال شوي. علاش؟ توا شنو عنا احنا؟ فما موسم الدقلة ونحبوا الحاجات هكا العربي والكل، وساعات نشتيوها هكا في رمضان، وديما ماذا بينا نعملوها، اما يا تشدنا وقت يا ما نعرفوش كيفاه، يا ما فماش طريقة سهلة هكا وفي ساعة تتعمل. دونك اليوم باش نعملوا حاجة بنينة. الباز نتاعها شنية؟ الدقلة، سورتو الموسم نتاعها توا، دونك نحبوا هكا كل مره نستمتعوا بها حاجات. دونك قلت باش نعمل انا بالدقلة، واحنا بلاد الدقلة، دونك باش نعملوا حاجه بياسر بنينه، عصيده، اما مش اي عصيده، كيف العاده لازم ما كتوش السحريه نتاع تنويشه. خلينا نشوفوا الدقلة شو يطلع منها. الحقيقه الغوسيت نتاع العصيده عندي انا روسيت ياسر صعيب، ومش من اول مره عملتها صحيحه. راتيتها المره الاولى جات غطي، المره الثانيه جات غطي، المره الثالثه وجديت صحيح وجات غطي، حتى لين لقيت الغوسيت البنينه اللي كل ما نعملها يقولوا لي شنو حطيت فيها يا اخي الروسيت نتاعك نتاع العصيده ياسر بنينه. دونك باش نوريكم روسيت بنينه على الاخر نعملها انا في الدار وتجيني ناجحه 100%. اما ما تبداوش عاده من بعد تنبروا وتبداو مش هكا رانا نعملوا العصيده مش ندري شنو. دونك اقبلوها كيف ما هي وجربوها ومن بعد احكموا. اوكي، نخليكم على لي زانغريديون ومن بعد نبداو في الغوسيت نتاعنا العصيده العربي. دونك باش نستحقوا مقدار 400 غرام الفرينه سبيسيال باتيسري نتاع رندا. هوني باش نستحقوا مقدار 200 ملل حليب. هوني عندنا جديده العسل، عندنا للزينه شويه شوش ورد، شويه فستق، وبيان سور الدقله وما ادراك ما الدقله. يلا نبداو في الروسيت نتاعنا البنينه، وين نقول لكم غير تنبير الا ما تجربوا، على خاطر الروسيت نتاع اليوم والوصفه والطريقه ديفيرونت ومختلفه على اللي انتم ما تعرفوه. قلت لكم راني جربت برشا روسيتات هكا التعصيد برشا والكل هذاك ما نحبوش. هذه الحاجه اللي نحب حاجه بخاتيك هكا وفيسع فيسع. والحاجه الثانيه اللي انا التكستور نتاعها كي نبدا ناكل فيها العصيده ما نحبش تغصصني وما نحبش تكون عاقده برشا. حسيلو هوا اوفيغ مزور باش نبداو نعملوا الغوسيت وجربوها بالحق ما يكونش تنمو حتى طرف. الحاجه الاولى باش نعملوها باش ناخذوا الفرينه نتاعنا، باش ناخذ كيس. وانا ننصحكم شفت كي تجيو باش تجربوا مثلا، خاطر نعرف برشا يحبوا العصيده وما يعرفوش يعملوها، سورتو لي جون والكل. دونك ننصحكم جربوا كيس زوز كيسين الفرينه من الاول، جربوها. كان مشيت لكم ريقله وكل شيء توليو تنجموا تطيبوا كونتيتي ما اكبر. دونك هنايا باش ناخذوا، انا عيني ميزاني في هذايا، فوالا. لاستوش الاولانيه اللي احنا باش نعملوها، انا هوني خديت مقدار 300 غرام. لاستوش الاولانيه اللي احنا نحطوا فيها شويه ملح، بربي تبعوني بالكدا باش ما تجيش ماسطه. لاستوس الثانيه تويكا باش ناخذ انا نخلط الملح والفرينه مع بعضهم، باش نزيد شويه ماء، وباش نزيد معاهم الحليب. الحليب يعطي تكستور اخرى ويعطي جو اخر ويتحسوا هكا بلو اونكتو هكا وكل بنين. جربوه هاني قلت لكم. نحط في بلاصه الماء الحليب، نخلط كل شيء مع بعضه في البارد كيما الكريمه، ومن بعد نحط فوق النار. ريت تحطوا الكونتيتي نتاع الحليب والماء كيما هكا، لازمك تنجم تحلها باش من بعد ما تجيكش مكعبره. وباش نزيدوه راهو هذا على مرحلتين. المرحله الاولى توا هكا ونحطوه فوق النار، ومن بعديكا نزيدو مرحله اخرى تنشح من الماء هذاك والكل، ونزيدو على مرحله اخرى. اما توا باش نحل كل شيء في البارد. المره الجايه نعملوا العصيده اما بالسميد. تنجموا تحطوا سكر فاني، انا هوني حطيت معاها اكستريم تاع فاني، تلقاوها عند اللي يبيعوا المكونات وكلي زانغريديون تاع الباتيسري. جربوها قداش تبنن، ولا حطوا سكر فاني. هاكا تنحاو لي غرومو الكل، اكل الكعابر الكل تنحاو،
خاطر سورتو راهو العصيده مش هي برشا كي تبدا هكا لما غاس ماتيني تقوم الصباح تحضر قهوتك على راحتك في الويكاند وتحب هكا تاكل حاجه عربي هكا وبنينه والكل معاها شويه بسيسه ولا شويه شاميه دونك معاهم الملاوي زاده دو طون زون طون باهي كي نعملوا حاجه كيف من هكا للعائله الكل سورتو حاجات هذوما تقاليدنا وعاداتنا والكل دونك جوست احنا نحاولوا ديما نعطيو افكار ووصفات سهله على الاخر باش نتوما زاده في الدار حتى كان ما تنجموش توليو نسهلوا عليكم توليو تنجموا تجربوا. يا سيدي توا نجيو للجد الجد. باهي اوا وليد باش يوريكم لا تكستور من هوني كيفاه شوفوها كيفاه ريتوها ردوا بالكم تفشلوا تقولوا جاتني غطي اش بيها جاتني هكا على خاطر توا باش نزيدوا مره اخرى الحليب والماء باش نزيدوا نحلوها باش ما تقعدش مكعبره هكايا دونك توا باش نخليوك الماء ذاك اللي حطيناه من الاول والحليب ينشح بالكدا وباش نزيدوها توا الحليب والماء مره اخرى جيتوها ردوا بالكم تفشلوا كي تلقاوها هكا يلا باش نبعدوها توا على النار وكما قلت لكم حطوا فيها شويه سكر فاني دونك توا باش نحط الحليب مره اخرى ونبدا نحل فكا العصيده نتاعي هذيك توا باش نحلها بشويه بشويه نزيدها شويه ماء ونبدا نوسع في بالي توا ونحلها هي كما قلت لكم راهو تشتهيوها مره في الفيل توسعوا بالكم معاها سورتو في ليتاب هذيا سي فغي صعيبه شويه اما راهي تنجح فوالا امورنا مريقله العصيده حضرت دونك هوني شنو باش نزيدوها في الاخر بالكل قبل ما نحيوها من فوق النار نزيدوها مغرفه جديده ومعها انا زدت الحليب وباش نزيد مغرفه جديده باهي وناخذو هوني ونحطو مغرفه الجديده شفتوها لا تكستور كيفاش انا راهو ما نحبهاش تبدا ياسر عاقده هكاكا تبدا استناو ساعه سخت روحي والمغرفه هذيك اللي زدناها تو نتاع جديده باش نعملوا هكا وندخلوها في وسط البات باش ما تجينيش يابسه وتغصص وكل شيء على هذاك انا حطيت الحليب وحطيت مغرفه جديده في وسط البات وتجي شو التكستور نتاعها كيما الكريمه قلت لكم راهي روسيتي مش كيما الروسيتات اللي مش كيما العصيده العربي هذيك معناتها لي وجربوها بالحق باش تذوقوها تحصلوا توليو ديما تعملوها واو هذه هي العصيده نتاعنا نحبها هكا كيما الكريمه زدناها الحليب وحطيناها فوق النار شويه وتوا زدناها جديده وهذا المطلوب لازم نخدموها بالكدا اسهل ومشكل عصد وزاده كيف ابن الحقيقه انا نحسها هكا ياسر بنينه خاطر انا دابيتود ما ناكلش العصيده راه اما بالتكستور هذيا قلت لكم المره الاولى جربت جاتني غطي وما نجمتش ناكلها المره الثانيه الثالثه كي لقيت الميثود هذيا وكي نزيد فيها الحليب والكل وليت ناكلها هوني توا جبت الصحن نتاعي باش نجي ونحطها فوالا باش نستحقوا مقدار 400 غرام الفرينه سبيسيال باتيسري نتاع رندا مقدار 200 ملل حليب جديده العسل للزينه شويه شوش ورد شويه فستق وبيان سور الدقله وما ادراك ما الدقله هونية باش نجيب خيط مغرفه باش نعمل فيها حفره من داخل الحفره هذيك باش نحط فيها الجديده نتاعي فوالا نحط هكايا نخليها تذوب شقعد توا قاعدين نحطوا فوقها هكا شويه دقله حطينا جديده باش نزيدها شويه هكايا فستق حطيت فيها العسل كيما نعملوا كيف العاده معناتها عملت حفره حطيت فيها العسل حطيت فيها جديده زينتها هكا بالدقله توا موسم الدقله وعلى هذاك اليوم عملنا الروسات وكهو دونك توا باش نحضر الطاوله نتاعي نزيد شويه فطاير نزيد شويه اسمه خبزه براج نزيد شويه ملاوي
قهوة درا وكالجو هذاك الكل، ويولي عنا سفرة تعمل الكيف. محلاها ماكلتنا التونسية هايلة، سورتو في فطور الصباح حاجة تقنع تعمل الكيف، وهذا المطلوب. دونك كان عجبتكم الريسيت وتحبوا تجربوها تلقاوها على شين يوتيوب تنويشة وإلا نسمة كويزين، سينو ابعثوا لنا تصور على باش فيسبوك ولا انستغرام تنويشة. أي خليني أنا نحضر الطاولة متاعي، أنا نقول لكم بيزو. كان عندكم ريسيت أخرى وإلا حاجة هكا شاهينها تحبونا نجربوها، ولا حاجة هكا في فريجدير تحبونا نجربوا بها حاجة، ما تنساوش باش تبعثونا على ريزو سوسيو متاع تنويشة. تشاو. ومع شكون؟ مع تنويشة. قديش عادة من بعد تنبروا؟ سخط روحي. سهلة. مشكر انا نعملوا العصيدة. يزي عاد. واش ندري شنو. يزي. يزي واي. اي